تخيل معايا إنك عارف إن الشخص الفلاني ده مؤذي وبيستنزف طاقتك، ويمكن حتى يكون بيكسرك نفسيا، ومع ذلك أول ما بيكلمك بتلاقي نفسك بترجع له تاني على طول. ليه؟ ايه السر الغريب اللي بيخلي مخك ينجذب لحد زي ده؟ في تفسيرات كتيرة جدا، ولكن من أهمها ومن أقوى الأسباب الحاجة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. العلماء بيقولوا إن ده مرتبط بحاجة اسمها الارتباط المبني على الصدمة. ده بيحصل لما الشخص السام بيخلط بين الحب والأذى، مرة يديلك اهتمام ومرة يسحب نفسه ويعاملك ببرود أو قسوة. اللعبة دي بتعمل حاجة في مخك اسمها التعزيز المتقطع. التعزيز المتقطع يعني بيخلي دماغك يفرز الدوبامين اللي هو هرمون المتعة أو السعادة، بس بشكل عشوائي مش متوقع منك. وده نفس المبدأ اللي بيخلي الناس تدمن القمار أو السوشيال ميديا، لأنك مش عارف المرة اللي جاية هيكون فيها جايزة ولا عقاب. النتيجة إن عقلك بيربط الشخص ده بالمكافأة حتى لو هو مصدر ألم. في قصة شهيرة عن الموضوع ده، إن ست أمريكية كانت في علاقة مع راجل بيهنها أوقات وبيغمرها بالحب أوقات تانية. لما راحت لمعالج نفسي اكتشفت إن جسمها كان بيتعامل مع الأذى وكأنه تحدي للفوز بالحب في المرة القادمة، كأنها في سباق لإرجاع النسخة الحلوة من الشخص ده حتى لو كانت وهمية. طب يا ترى ايه الحل في الموضوع ده؟ اول حاجة الوعي. اول خطوة انك تعرف ان المشاعر دي مش حب، دي استجابة كيميائية. رقم 2، اقطع قنوات الاتصال. اي قناة تواصل هتخليك ترجع لنقطة الصفر تاني اقطعها تماما. رقم 3، عيد برمجة المخ بالصداقات الصحية والأنشطة اللي تفرز دوبامين طبيعي في جسمك. المرة اللي جاية اللي قلبك يحن لحد سام، افتكر ان الحنين ده مش دليل على الحب، ده دليل على ان دماغك محتاج يتعالج من ادمان الشخص. والسؤال، انت هتفضل اسير اللعبة دي ولا هتختار سلامك النفسي؟